احنا هنا في قرية الفواخير في مصر القديمة، اللي كانت في الأول جبل وأطنان من الحجارة، عملوها منظمة وشيك وقسموها. طبعا كمية ألوان تحفة عاملين تمثال لأم كلثوم، متخلفة شوية بس زي بعض. بصوا الألوان هنا حلوة ازاي. طبعا يعني بيجددوا في اشكال الفازات. زمان كانت الحكايه محدوده، دلوقتي المكان اتعرف وبقى في مدارس كمان لتعليم. بصوا الفازات بتاعت الفلل تحط بره القلل. بقوا بيلعبوا على الالوان، حلوه جدا الصغننه دي. بصوا الوانها حلوه ازاي، رقيقه. المكان بقى حلو حقيقي يعني. بصوا انا هاخد لكم بتاع كده تصوير من عند الحته اللي مقسمينها جناين، بدل ما كانت عشوائيه زمان. لا بصراحه بقت حلوه، وبس ناقصها لمسه لمسه النظافه اللي هي احنا كمصريين للاسف مش بنهتم بيها. احنا في حضن الجبل على طول اهو. احيانا كانوا بيقطعوا من الجبل ده ويشتغلوا، وفي افران بقى، وفي مدارس بتعلم الناس اصلا ازاي يشتغلوا يشكلوا مثلا فازة، يعملوا قلة، يعملوا كوباية، مج كده يعني. هسبقهم شوية عشان اوريكم. بصوا عالم من الالوان، كل تفاصيله بصراحة حلوة. انا هموت واشتري كل الحاجات دي. اشتريت اوريدي اول ما دخلت، اشتريت فازة. انا اشتريت الاجانب لا طبعا، لانها حاجة تقيلة جدا ما اعرفش. بصوا التفاصيل الصغيرة دي بتاعت قطع الديكور، حلوة حلوة ومعمولة بشكل خشن كده، يعني تحس فيها انها فعلا معمولة بالايد، مش ماكينة يعني، مش على مكن. بصوا دي لو الواحد عنده جنينة كبيرة، واو، او تحط في مدخل فندق مثلا، مبنى شيك. واو بصوا الصخرة اللي فوق دي. بصوا في محل مختلف جدا. السلام عليكم. فازات بقى واطباق وحاجات ما شفتهاش قبل كده، واشكال المجات. مكان حلو قوي. حاج خيري العوام، مكتوب اسمه اهو فوق. لا الاطباق هنا شكلها مختلف، والطواجن انا ما شفتهاش قبل كده. الاسعار مش رخيصه قوي، بس طبعا ارخص من بره كتير. يعني عاوزه اقول لكم ان انا اتخميت لسه قريب، الاسبوع اللي فات ده، مخلصه شغل في الشقه عندي، عامله احجار، حجر صغنن هشمه كده، عامله حيطه عندي. المهم المتر تركيب وتوريد ب 250 جنيه، وهناك كلفني المادة اللي بتتلزق بيها، فدفعت 800 جنيه اكسترا على سعر المتر. جيت هنا لقيت المتر ب 190 بالمادة، فأنا دفعت لايك 2000 ونص كده زيادة. هوريكم الحجر اللي أنا بتكلم عنه. طبعا في فرق جامد يعني. بصوا ده المدخل اهو. بصوا انا اشتريت الفازة دي حاجة تحفة. بصوا الالوان، الالوان كلها تشد. انا بقيت محتارة، كنت هاخد البلو ده الاخضر الغريب الحلو ده، بعدين قلت اخده باللون الطبيعي يعني. الراجل قال لي ممكن تلونيه، وانا عندي فنانة في البيت اسمها ياسمينة، ممكن هي بقى تعمل لنا الفن ده. قرية الفواخير، مصر القديمة. والمتحف